غاب اسم حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا عن قائمة بلجيكا التي تم إعلانها استعدادا لخوض منافسات اليورو. استدعى المدرب دومينيكو تيدسكو قائمة من 25 لاعبا كان حارس الريال كورتوا أبرز الغائبين عنها، فيما سجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز حضورهم بقوة، أبرزهم كيفن دي بروينه وأمادو أونانا وجيريمي دوكو وليناردو تروسار. كما استدعى تيدسكو كل من روميلو لوكاكو وياني كاراسكو. أما المفاجأة فكانت عودة مدافع أتلتيكو مدريد أكسل فيتسل إلى صفوف المنتخب الأول بعدما كان أعلن اعتزاله دوليا العام الماضي. تيبو كورتوا كان واضحا وكان مبكرا حقا في طريقة تواصله معنا، لذا بالطبع هو يعرف جسده بشكل أفضل، وهو أمر مختلف أن تلعب كل 3 أو 4 مباريات خلال البطولة. هذه هي المعلومات التي نأخذها على عين الاعتبار. إنه ليس جاهزا لبطولة أوروبا، وبالطبع خططنا مع اللاعبين القادرين على اللعب. هذا وتم الكشف عن قائمة منتخب بلجيكا بطريقة فريدة، حيث نشر الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم فيديو أعلن فيه قائمة تضم 25 لاعبا الذين اختارهم المدرب تيدسكو، والذين تواجدت صورهم في معظم المدن البلجيكية وعلى الأبنية. بعد الإعلان عن قائمته الأولية باشر رونالد كومان تحضيرات المنتخب الهولندي لنهائيات يورو 2024. وأشرف كومان على حصة تدريبية لمنتخب الطواحين في مدينة زايست بهولندا، شارك فيها معظم النجوم يتقدمهم ماتياس دي ليخت وفيرجيل فان دايك. ويشارك المنتخب الهولندي في نهائيات اليورو ضمن المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وبولندا والنمسا، ويفتتح مشواره بمواجهة بولندا يوم 16 من يونيو. هدفنا هو الفوز باللقب، وهذا هدف كل المنتخبات المشاركة كذلك. من أجل ذلك سنقدم أفضل ما لدينا ونرى ماذا سيحدث. في الواقع نحن لا نفكر كثيرا بمباراة فرنسا، فوجودنا هنا هو من أجل التحضير البدني، وبعد ذلك سنقوم بدراسة كل المنافسين، والطاقم قد قام بذلك بالفعل. نحن كلاعبين نعمل على هذه الأمور لاحقا. نعم، في الواقع الأجواء إيجابية ونحن هنا كعائلة، لذلك الكل دائما سعيد بالتواجد هنا، رؤية بعضنا البعض، وهذا أمر في غاية الأهمية باعتقادي. كل مباراة تكتسي أهمية في اليورو، ونحن سنتحضر لكل المباريات كما اعتدنا أن نفعل ذلك في السابق، ولكن نحن ندرك مدى خطورة المنتخب الفرنسي ومستواه الكبير، ولكن نحن أيضا لدينا مستوانا الجيد. ترك إعلان القائمة الأولية للمنتخب الإسباني لخوض منافسات اليورو الباب مفتوحا للتحليلات حول السياسة التي يتبعها المدرب لويس دي لافوينتي، خصوصا بعد استبعاده لعدة لاعبين ممن كانوا يحظون بثقته في وقت سابق. في الوقت ذاته وضع رهانه على عناصر شابة، حتى وإن ظل بعضها مهددا بالخروج من القائمة النهائية في الأيام المقبلة. كل الأنظار صوب دي لافوينتي، فاختيارات مدرب المنتخب الإسباني تصنع الحدث، وبطل دوري الأمم الأوروبي سيبدأ التحضيرات النهائية ليورو ألمانيا، والأسماء المعلنة تترك مجالا للجدل حول القوام الأمثل. حراسة المرمى لا تبدو محل خلاف كبير، ورغم غياب روبرت سانشيز حارس تشيلسي فإن خبرة أوناي سيمون الدولية إضافة إلى تألق دافيد رايا مع أرسنال تمثلان مصدر اطمئنان لحماية شباك لاروخا الشهر المقبل. اختيار قلب دفاع أثلتيك بلباو داني فيفيان صاحب المباراة الدولية الوحيدة بدلا من باو توريس المتألق مع أستون فيلا يشكل علامة استفهام، لكن الحال قد يفهم في ظل إيمان المدرب بضخ دماء جديدة، وهو ربما ما دفعه للاعتماد أيضا على باو كوبارسي مدافع برشلونة ابن 17 ربيعا. في خط الوسط يغيب صاحب الخبرة كوكي وأسانسيو، والأخير كان الفتى المدلل لدي لافوينتي في أولمبياد طوكيو، وقد استدعاه وقتها كعنصر فوق السن، لكن المدرب يراهن على الاستمرارية في الميدان، وهي ما قد تبدو متوفرة مع رودري وفابيان رويث، مع مزيد من الإيجابية في ظل عودة بادري الذي وإن افتقد جافي للإصابة فقد يستفيد من سياسة ضخ الدماء، ويجد بجواره وجها مألوفا آخر هو زميله في برشلونة فيرمين لوبيز.
الهجوم مكلف بالعبء الأكبر لهز شباك خصوم من وزن إيطاليا وكرواتيا، لكن المستوى الطيب لنيكو ويليامز يظل مبشرا إذا أضيف إلى تألق خوسيلو صاحب الفضل في بلوغ ريال مدريد نهائي دوري الأبطال. لكن المفاجأة الكبيرة تظل انضمام أيوثي بيريث المتألق مع ريال بيتيس في الليغا، والذي سيبذل قصارى جهده في المعسكر الختامي كي لا يكون ضمن الثلاثة المستبعدين. وفي ظل دخول وجوه جديدة على خشبة المسرح، ستتضاعف مسؤولية الحرس القديم مثل داني كارباخال وموراتا، فالدور لن يكون فنيا فقط في الميدان، بل سيتجاوز ذلك إلى غرفة الملابس وحتى العلاقة مع الجمهور. تلقى المنتخب الهولندي ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعب أتلانتا مارتن دورون عن بطولة أوروبا بسبب الإصابة. كان متوسط ميدان أتلانتا قد تعرض لإصابة قوية خلال نهائي كأس إيطاليا الذي خسره فريقه أمام يوفنتوس، ما أبعده أيضا عن نهائي الدوري الأوروبي الذي توج به أتلانتا بثلاثية في مرمى باير ليفركوزن. وسيلعب المنتخب الهولندي في يورو 2024 ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات بولندا والنمسا وفرنسا. استهل المنتخب الألماني معسكره التدريبي تحضيرا ليورو 2024 في مدينة فيينا أمام نحو 15,000 مشجع. المدرب يوليان ناغلزمان كان تصرفه 15 لاعبا فقط في الملعب التدريبي، حيث لن يجتمع لديه العدد الكامل من اللاعبين البالغ 27 لاعبا حتى الأسبوع المقبل. الجدير بالذكر أن ألمانيا ستخوض اليورو المقبل على أرضها ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا. علق مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان على اعتزال نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس مع انطلاق المعسكر التدريبي قبل بطولة أوروبا 2024. ناغلسمان أشار إلى أن نجم المنتخب الألماني كروس أمام فرصة للفوز بلقب آخر مع المانشافت. أعتقد أنه فكر بالأمر لفترة طويلة، ورأيت صور توديعه مع عديد البطولات التي حصل عليها وهي مثيرة للإعجاب. أعتقد أنه من الذكاء ألا يفوت اللاعبون اللحظات التي ينهون بها مسيرتهم الاحترافية، ولا أعتقد أنه يتعين عليه إثبات أي شيء لأي شخص، فأمامه بطولة كبيرة يتطلع إليها حيث يمكنه الفوز بها، وستكون لحظة مذهلة بالنسبة لنا. لقد قدم موسما رائعا مع ريال مدريد وأدى بشكل جيد في المباريات الدولية، وسيلعب بطولة جيدة، وبالطبع أتمنى لنا وخاصة له أن يفوز باللقب، ومعا أعتقد أن ذلك سيتحقق. مشاهدنا الكريم، لا تفوت أكبر حدث كروي لهذا العام، موعد بطولة أوروبا 2024 يقترب أكثر فأكثر. شاهد أيضا البطولات الرياضية الحصرية من رولان جاروس والألعاب الأولمبية.